من فوق سطح احد الجيران. انا عايز اقول للناس اللي هي بتدور على الشغف بتاعها، نرجوكم بعد اذنكم يعني ما عدوش تدوروا على شغف ولا حاجه. واللي كان بيصحى الساعه 7 لا اصحى براحتك يا عم، عشان هي اصلا ايام ما يعلم بالله ربنا. على راي ابو صلاح بيقول لك دور على الشغف بتاعك. ما عادش في شغف يا رجاله. اللي بيصحى 7 يصحى 10، اللي بيصحى 8 يصحى 12. ما عادش في شغف. وانا اقول لكم على السر بقى النجاح. سر النجاح يا باشا، اتعب سنه وهترتاح بعدين. زي بتوع بني سويف. يا باشا الناس عملت ايه بقى؟ الناس فحتوا سنه كامله تحت الارض 11 ولا 12 متر، وعملوا اوضه وحطوا فيها اثار وزي الفل. اعمل زيهم. باعوها بملايين. باعوها بملايين وبقى 10 على 10. وتعبوا سنه وارتاحوا بقيه العمر. لكن تصحى الساعه 7 الصبح، يا باشا اصحى 10 براحتك، 11 براحتك، اصحى الظهر. ما عادش في شغف. انسى الشغف ده بقى. احنا داخلين على ايام جميله. الرجاله بتاعت بني سويف فحتوا فحره، بنوا حجرتين تحت الارض، شويه اثار بالجبس، عملوا مكان باعوه بملايين. الناس اللي بتصحى الساعه 7 تصحى الساعه 12 تشتغل سنه ترتاح بقيه العمر. اعمل لك حجرتين تحت الارض وشويه اثار وبيع بملايين.